السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي قناة ثقافة كروية. أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بتحليل لقاء نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي جمع بين ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي والوداد الرياضي. هذه المقابلة التي عرفت تأهل تاريخي للوداد الرياضي لنهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجه نادي الأهلي المصري، حيث تأهل الوداد لسادس مرة في تاريخه للعب نهائي الكأس القارية في انتظار إحراز لقبه الرابع إن شاء الله. إذن مقابلة بطولية وتاريخية قام بها فريق الوداد الرياضي في قلب جنوب إفريقيا، حيث خطف تأهل ثمين من بريطوريا. للعودة إلى مجريات اللقاء، فقد دخل الوداد الرياضي هذا اللقاء بالشكل الآتية: مطيع كحارس، كظهير أيمن العملود، كظهير أيسر عطية الله، في قلب الدفاع كل من أبو الفتح وزولا. في وسط الميدان كان كل من اللاعب جبران، أمامه الجعدي وحيمود. في الهجوم كان أناجم والمترجي وصامبو، حيث اختار المدرب البلجيكي النهج الخططي 4-1-4-1. كان يتحول في الحالة الهجومية إلى 4-3-3. الفريق الجنوب إفريقي غير من خطته، حيث لم يلعب بالخطة التي لعب بها في لقاء الذهاب، حيث اعتمد 4-4-2. خطة اعتمدت على الأجنحة على غير إعادة الفريق، حيث لم يكن يعتمد على الأجنحة. في هذه المقابلة الوداد لعب ببلوك متوسط إلى منخفض حسب مجريات اللقاء، حيث كان يحاول تصعيد دفاعي ليلعب بشكل متقارب بين الخطوط، ولكن في حالة الدفاع كان يتراجع شيئا ما نظرا للضغط الكبير للفريق الجنوب الإفريقي. خطة دفاعية لعب الوداد لكن بلاعبين هجوميين، حيث غامر المدرب البلجيكي وأشرك الحيمود كصانع ألعاب، حيث الكل كان ينتظر إشراك الداودي مكان الحسوني، لكن فضل المدرب زفان فاندربروك إشراك حيمود، هذا الأخير الذي ساهم بشكل كبير في السلاسة التي لعب بها الوداد والانسيابية التي كانت تخرج بها الكرة من الدفاع نحو الوسط إلى الهجوم. الوداد كما لقاء الذهاب اعتمد على مراقبة مفاتيح اللعب لدى الفريق الجنوب افريقي، حيث اعمد مرة اخرى الى اغلاق العمق. هذه الخطة فطن لها المدرب الجنوب افريقي، حيث اعطى تعليمات للاعبي الاطراف بعدم الدخول الى العمق كما مباراة الذهاب، حيث كانوا يميلون الى اللعب على الاطراف، وهذا ما شكل بعض الخطورة للوداد، لكن التنظيم الدفاعي كان هذه المرة محكم من طرف اللاعبين الوداديين. الوداد اعتمد بشكل كبير في الشوط الأول على مرتدات، حيث كان سيتمكن من تسجيل على الأقل هدف من خلال محاولتين. الأولى كانت للاعب المترجي، لم يستطع التعامل معها، والثانية كانت أوضح للاعب أناجم بعد تمريرة طويلة من اللاعب المترجي، لكن أناجم لم يتعامل بالشكل اللازم مع هذه الكرة، وبالتالي أضاع فرصة سانحة على الوداد. على العموم في الشوط الأول الوداد ظهر أكثر تنظيما وبتناسق دفاعي جيد، كان يحاول امتلاك الكرة بين الفيلة والأخرى، حيث وحرم الفريق الجنوب الأفريقي من الكرة، الفريق الجنوب الأفريقي لا يميل إلى اللعب بدون كرة، يحب دائما أن تكون الكرة لديه، يحب الاستحواذ كي يخلق فرص عديدة. الوداد منعه من ذلك وظهر بشكل منظم، كان تقارب بين الخطوط، الكرة كانت تمرر بشكل جيد، لم يرتكب أخطاء كثيرة. اللاعبون فازوا بأغلب الكرات الثانية، الصراعات الثنائية كانوا فيها ممتازين، حيث قدموا شوط أول مثالي عرف تألق أيضا الحارس مطيع بتدخلين حاسمين. خلال الشوط الثاني عمد الوداد إلى نفس النهج، لكن فوجئ بهدف غير متوقع جاء بعد خطأ مشترك بين الحارس مطيع
الجعدي وكذلك أبو الفتح. هذا الهدف أدخل الشك إلى نفوس اللاعبين حيث ارتبك الوداد بعد الهدف مباشرة، وكان ممكن أن يستقبل هدف آخر، لكن سرعان ما ظهرت شخصية البطل والقوة الذهنية للاعبي الوداد، حيث غامروا وقاموا بمهاجمة فريق صن داونز بقلب ملعبه. وهذا يعني فيه شيء من المغامرة والمخاطرة، لكن عزيمة اللاعبين وإصرارهم جعل الوداد يعود في النتيجة بهدف جميل بعد تمريرة من اللاعب جبران نحو أيوب العبنود، الذي قام بالزيادة العددية داخل مربع العمليات وأسكن الكرة برأسه يمين يسار حارس الفريق الجنوب أفريقي. وبالتالي هدف لمثله نتيجة تؤهل الوداد. كان الوداد مطالب بالدفاع والحفاظ على هذا الهدف. المدرب عمل إلى بعض التعديلات التكتيكية، وبعد حيث أنعش خط وسط الميدان بإدخال الداودي مكان اللاعب الجعدي الذي ظهر بشكل ضعيف شيئا ما خلال مجريات اللقاء. هذا أعاد التوازن للوداد. بعد هذا التغيير الوداد استقبل اللاعب مرة أخرى، وإثر خطأ وسط عمق دفاع الوداد الفريق الجنوب أفريقي قام بتسجيل الهدف الثاني. والوقت الذي سجل فيه وقت جد حساس، لم يبقى على نهاية اللقاء الشيء الكثير. الكل ظن أن الوداد الرياضي سينهزم، لن يمر إلى النهائي، لكن مرة أخرى شخصية البطل تظهر. ومن إثر ضربة ثابتة اللاعب عطية الله كرة مميزة نحو معترك عمليات فريق ميلودي صن داونز. المدافع الجنوب أفريقي غلط حارسه وسجل هدف التعادل للوداد، هدف ثمين وضع الوداد في نهائي تاريخي أمام الأهلي المصري مرة أخرى في نسخة معادة ومكررة. على العموم خلال هذا اللقاء ظهرت خبرة وتجربة الوداد، حيث جابها ووقف الند لند أمام فريق قوي وصعب المراس. الفريق الجنوب أفريقي ليس بالفريق السهل. الكل شاهد كيف فاز على الأهلي، كيف فاز على شباب الوزاد، كيف صار وجال خلال الدور الأول، لكن خبرة والثقافة التكتيكية العالية للاعبي الوداد مكنته من تجاوز عقبة ماميلودي سان داونز، وبالتالي ممثل الكرة المغربية بالمنافسات الإفريقية لا زال مستمرا في الدفاع عن لقبه القاري. مباراة أعطتنا روح قتالية كبيرة للاعبين، تألق تقريبا جل اللاعبين، تألق للحارس المطيع، أظهرت حنكة وتجربة المدرب البلجيكي. وضحت لنا مدى الانضباط التكتيكي ومدى التزام اللاعبين لاعبي الوداد. على العموم نحن جد فخورون بهذا الإنجاز التاريخي، نهائي الثاني على التوالي. فريق مغربي يصل للمرة الثانية على التوالي في إنجاز غير مسبوق. كل هذا كان يتعلق بهذه المقابلة. هنيئا للوداد مرة أخرى، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات قادمة. مع السلامة.